السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده احلى طبق دين جميل تحفه جدا مع احلى طحينه واحلى بطاطس محمره كده. اقول لكم الطبق الجميل ده اسمه ايه؟ كلاوي. زي ما انتم شايفين كده عندك قطعه حلوه زي دي كده، كلها غذاء وفايده بجد. تعالوا نقولك على طريقه تحفه كده تعمليها بيها، حلوه جدا جدا. بجد ريحتها وطعمها يجنن. ريحتها كده كانت طالعه ماليه البيت وحلوه قوي. بتقطعيها زي ما انت شايفه كده مكعبات حلوة كده زي ما انت شايفة في الفيديو. تقطعها الاول كده تلات قطع كده، وبعدين بتقطعها مكعبات زي ما انت شايفة كده، ولا كبيرة ولا صغيرة. وبعدين تعالوا بقى نعملها تتبيلة حلوة كده. نعصر لها نص ليمونة وملح وفلفل اسمر وسبع بهارات معالق صغيرة. وتقلبيها كده وتركنيها عما تكملي بقية المكونات بتاعتك. التتبيلة دي بتخليها حلوة قوي. دي حتة حلويات كده برضو حلوة قوي، طعمها جميل قوي قوي. برضو بتقطعها نفس التقطيعة كده، شرايح كده طويلة. نعمل لها برضو نفس التتبيلة، عصرة ليمونة وفلفل اسمر وسبع بهارات ورشة ملح. وبتركناها برضو على جنب معاها. لما تكملي بقى بقية الخضار بتوعك، فلفل وشطة وبصل كده نقطعهم جوانح. نجيب صينية كده حلوة على النار، ونحط فيها معلقتين زيت، وننزل بالدهنة اللي بتبقى مع معاها دي. الدهنة ديت بتبقى مع الكلاوي دي، بتبقى جميلة اوي. تقطعيها كده وتنزلي بها في الزيت، بتخلي طعمها حلو اوي اوي. تسيبها كده لما تسيح، وبعدين بتنزلي بقى تسيبها تسيح كده، وبعدين بتنزلي بالحلويات ديت الاول. تاخد صدمة كده مع الدهنة دي. بجد ريحتها وطعمها جميل اوي يا حبايبي، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا والله. بعدين ننزل بالكلاوي بقى كده، تاخد صدمة برضو. هنا بقى بتشم احلى ريحة بجد حلوة اوي اوي. معانا كده نص معلقة توم مهروسة، بتنزلي بيها برضو الاول، ومعلقة كمون حلوة كده، ومعلقة كزبرة دي معلقة صغيرة، وبتقلبي. ريحتها تحفة وكلها غذا كده وحلوة اوي بجد. بتنزلي بقى بالخضار اللي انت مقطعاه كده على الحاجات الجميلة دي، وبتقلبي تقلبتين حلوين كده. بتضيفي بقى البهارات اللي انت عايزاها. ملح، بتضيفي بقى تشوفي الملح بتاعك وفلفل اسمر. وسبع بهارات لو عندك لو عندك بهارات كبده او حاجه حطي نص معلقه كده. وبعدين بتغطي عليها بقى. وتشوفي بقى ما شاء الله الخضار كده دبل وهي دخلت على سوا. هي شايفينها بقى كده جميله قوي قوي. تاكلوها بقى يا حبايبي في سندوتشات، او تغمسوها كده بعيش. بجد حلوة قوي قوي. لو وصلتوا هنا بقى يا حبايبي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروه مع حبايبكم. شكرا قوي على متابعتكم يا حبايبي. بجد جربوها، حلوة قوي قوي والله. طعمها وريحتها تجنن. اللي يجربها بالطريقة دي ان شاء الله يعملها على طول، وفيها غذاء وعناصر غذائية كتيرة جدا. اشوفكم على خير يا حبايبي الفيديو الجاي. مع السلامة.